أصحابي، عاملين ايه؟ دلوقتي احنا وصلنا في حكاية مهرجان الكرازة للحكاية الرابعة، واللي عايز يسمع الثلاث حكايات اللي قبل كده هيلاقيهم كلهم في علامة الآي اللي هتظهر فوق دلوقتي. أما في حكاية النهاردة فهحكي لكم فيها عن أمنا العذراء مريم والدة الإله، والحكاية دي هتاخدنا في رحلة لأجمل مكان في الدنيا كلها اللي هو الكنيسة. احنا اول لما ندخل من باب الكنيسة ونطلع لقدام بنشوف قدامنا الهيكل وحامل الايقونات، والايقونات هي صور القديسين اللي بتبقى موجودة في الكنيسة. طيب في حد من اصحابي الشطار ممكن يسألني ويقول لي احنا ليه بنقول عليها ايقونة؟ وايه الفرق بينها وبين الصورة العادية؟ بصوا يا اصحابي، الايقونة هي الصورة اللي بتدهن بزيت الميرون. يعني الصورة لما تدهن بزيت الميرون ما نقولش عليها صورة، لكن نقول عليها أيقونة. طيب ولو هي صورة عادية ومش مدهونة بزيت الميرون بنقول عليها صورة. يعني مثلا لو عندنا في البيت معلقين صورة لماما العذراء، يبقى دي اسمها صورة ولا أيقونة؟ فكروا كده شوية. شطار، اللي في البيت بنقول عليها صورة لأنها مش مدهونة بزيت الميرون. لكن لو صورة ماما العذراء موجودة في الكنيسة ومدهونة بزيت الميرون نقول عليها صورة ولا أيقونة؟ برافو عليكم يا شطار، الصورة اللي في الكنيسة اللي بتدهن بزيت الميرون بنقول عليها أيقونة. ولما بنبص على حامل الأيقونات بنلاقي إن الأيقونات محطوطة عليه بترتيب ونظام، ودايما أيقونة ماما العذراء ليها مكان ثابت على حامل الأيقونات، والمكان ده ما بيتغيرش ابدا. يعني المكان ده على حامل الايقونات هو بتاع ايقونة ماما العذراء وبس، وما ينفعش يحطوا فيه اي ايقونة تانية غير ايقونة ماما العذراء، لان هي الملكة ومكانها دايما عن يمين الملك ربنا يسوع المسيح. علشان كده بنلاقي على حامل الايقونات ايقونة ربنا يسوع ملك الملوك جالس على عرشه، وعلى يمين ربنا يسوع ملك الملوك أيقونة ماما العذراء وهي لابسة التاج لأن هي الملكة. طيب احنا ليه بنقول على ماما العذراء إن هي الملكة؟ لأن ربنا يسوع ابنها هو ملك الملوك، يبقى ماما العذراء هي كمان ملكة لأنها أم ربنا يسوع المسيح. وعلشان كده كنيستنا بتسميها السيوتوكوس. جربوا تقولوا معايا كده، السيوتوكوس. كمان مرة، السيوتوكوس. طيب يعني ايه السيوتوكوس؟ يعني والدة الإله. بصوا يا أصحابي، كل واحدة ست بتولد نونو صغير بنسميها والدة، لأنها بتبقى هي مامته اللي ولدته، وعلشان كده بنقول عليها والدة. ولأن ماما العذراء ولدت ربنا يسوع المسيح فبنسمي ماما العذراء والدة الإله. ولأن ربنا يسوع المسيح هو إلهنا ومخلصنا الصالح فبنقول لماما العذراء والدة الإله أم مخلصنا الصالح. ودايما لما نشوف أيقونة ماما العذراء بنلاقي إن ماما العذراء شايلة الطفل ربنا يسوع اللي جه علشان يفدينا ويخلصنا. وعلشان كده دايما أيقونة ماما العذراء وهي شايلة الطفل ربنا يسوع هي أول أيقونة جنب باب الهيكل على حامل الأيقونات من الناحية اليمين. ولأن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بتحب ماما العذراء جدا فبنلاقي إن صلوات كنيستنا بتكرم ماما العذراء قبل كل الملائكة والقديسين. فبنلاقي أبونا وهو بيصلي وماسك الشورية أول حاجة بيبخر قدامها هي ناحية الشرق ويدي المجد لربنا يسوع المسيح، وبعد كده يخرج من الهيكل وأول أيقونة يتبخر قدامها بالشورية هي أيقونة ماما العذراء، ويبخر أبونا بالشورية قدام أيقونة ماما العذراء ويقول: نعطيك السلام مع غبريال الملاك قائلين السلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك. كمان الشمامسة والشعب في كل الألحان اللي بتتقال في الكنيسة بيبتدوا بتمجيد ماما العذراء في الأول قبل كل القديسين. وفي صلواتنا بنقول: بشفاعة والدة الإله
القديسة مريم: يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا. طيب يعني إيه كلمة بشفاعة والدة الإله؟ الشفاعة هي إننا نطلب من ماما العذراء إنها تصلي عننا، وهي فعلا بتصلي معانا وعننا، ودايما بتطلب من ربنا عن كل واحد وواحدة فينا. ولأن ربنا يسوع بيحب ماما العذراء وبيحبنا، فبيسمع صلاتنا وصلواتها عننا، وبيفرح جدا جدا بمحبتنا لبعضنا، لأن القديسة العذراء مريم والدة الإله هي أمنا كلنا. وفي كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في أعياد كتير خالص لماما العذراء، وكمان ليها عيد ثابت يوم 21 من كل شهر قبطي. يعني يوم 21 في كل شهر قبطي ده بيبقى يوم عيد لماما العذراء. وبكده يا أصحابي حكايتنا الحلوة خلصت، بس تعالوا نفتكر مع بعض الحاجات اللي قلناها في الحكاية. أول حاجة قلناها في حكاية النهاردة، عرفنا إن الأيقونة هي الصورة اللي بتدهن بزيت الميرون. وكمان عرفنا إن ماما العذراء هي الملكة، أم ملك الملوك ربنا يسوع، ومكانها دايما عن يمين الملك. علشان كده أيقونة ماما العذراء هي أول أيقونة جنب باب الهيكل من ناحية اليمين على حامل الأيقونات. وبنقول لماما العذراء السيوتوكوس، يعني والدة الإله، لأنها ولدت ربنا يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا. وكمان بنقول لها أم مخلصنا الصالح، لأنها أم ربنا يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا الصالح اللي جه علشان يفدينا ويخلصنا. ولأن ماما العذراء هي أمنا وشفاعتنا كلنا، فكنيستنا بتكرم ماما العذراء قبل كل الملائكة والقديسين، ودايما يوم 21 من كل شهر قبطي هو عيد لماما العذراء. تعالوا بقى نحفظ آية الحكاية، وهي آية قالتها ماما العذراء عن نفسها. ماما العذراء قالت عن نفسها: فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. لوقا 1:48. تعالوا نحفظ الآية الحلوة دي مع بعض. فهوذا منذ الآن، يلا قولوا معايا، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. تطوبني. يلا نقول تاني، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. تعالوا نقول آخر مرة، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. لوقا 1:48. باي باي يا أصحابي الحلوين.